السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم، أخباركم؟ رب تكونوا دايما بخير. النهاردة 2/6/2025 وزي كل يوم وكالعادة بنعدي على أصحابنا، بنأكلهم، بنشربهم، وبنحكي مع بعضينا في شوية مواضيع بتحصل أو شوية حاجات أحداث بتحصل. عايز أبشركم في أول الفيديو إن اللهم لك الحمد، شغلي على القناة، مع إن أنا عارف إن أنا مقصر جدا في القناة، وعارف إن أنا مقصر معاكم جامد في تنزيل الفيديوهات. ممكن اكون خرجت بره سياق موضوع القناه، لان القناه اساسا الهدف بتاعها هي سياحه وسفر وتطوير ذات. ولكن انا من فتره، من بعد ما شفت الاحداث المؤسفه اللي بتحصل في مصر من اذى الحيوانات واهانه الحيوانات والقتل وسفك الدماء اللي احنا بنشوفه كل يوم، الشرطه المصريه بصراحه قايمه بواجبها، ولكن مازال لسه فيه للاسف، مش ما كنتش اتمنى ان انا اقولها، للاسف مازال لسه في مجرمين في مصر بيستحلوا دماء الحيوانات. ليه بنقول الحيوانات؟ لان الحيوانات قضيه مهمه جدا جدا في اوروبا، اللي هي الدول، معلش انا اسف، يعني الدول اللي هي اكبر مننا بمليار مره، تمام، وقوة عظمى، ولكن عندهم حقوق الحيوان، عندهم قانون صارم بيحمي الحيوان اللي ماشي على الارض، لان له حق زيه زيك كبني ادم. مفيش حاجه اسمها يعني ايه قطه يعني ايه كلب، مفيش الكلام ده، عيب، الكلام ده ما يحصلش، الكلام ده ما يتقالش، تمام. مفيش حاجه اسمها ان انا استحل دم كلب او استحل دم قطه او اضرب قطه او اضرب كلب، مش من حقك، مش من حقك. هي عايشه على الارض زيها زيك، ربنا خلقها زيها زيك. امثالكم، ربنا قال لك امثالكم. هتعارض كلام ربنا كمان؟ هتعارض كلام ربنا؟ فللاسف الشديد في مصر الايام اللي فاتت ممكن تكون الدنيا هديت نوعا ما شويه، ولكن للاسف مازال لسه في مجرمين، انا بقول اهو علني، مازال لسه في مجرمين في مصر بيستحلوا دماء الحيوانات. مازال لسه في مجرمين في مصر بيسفكوا دماء الحيوانات، وعندهم ايه القطه ايه الكلب، المهم ان احنا نموتهم وخلاص. مرضى نفسيين هم كده. اتمنى من الحكومه المصريه، اتمنى من وزاره الداخليه تشوف او توضع قانون صارم يحمي الكائنات الضعيفه المسكينه البريئه دي. احنا كناس بنحب الحيوانات، والقضيه دي تهمنا جدا، ومش تهمنا انا لوحدي، لا، تهم فئه كبيره جدا جدا، مش من الشعب المصري بس، لا، من ناس كتيره جدا حول العالم. قضيه الحيوانات. طبعا احنا مش عايزين نطول في الكلام، احنا طبعا معانا اكل الحمد لله اهو، وبنلف زي كل يوم وبنشوف القطط الجعانه المسكينه اللي هي ممكن تكون هنا ولا هنا، وبنحط لهم اكل. يلا ادينا نخش على اول 2 او اول 3 بياكلوا عيني من الزباله. لا، تعالوا دودو مستكلم الزباله ماما. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين دي برحه بعيد عن الطرق وبعيد عن المرافق وبعيد عن اي حاجه تخص الشوارع. ودي طبعا الناس راميه رز هنا وبتاع، طبعا دي في البرحه، بنقول اهو في البرحه عشان الناس بتهاجمني جدا في التعليقات وبيفتكروني ان انا يعني اللي ببوظ شوارع البلد. تمام يا جماعه، البرحه اهو، البرحه دي برحه اهو، الناس حاطه رز هنا، تمام، عشان اكل القطط. انا حطيت لهم، زودت لهم اهو دجاج، تمام، وهم طبعا هيروحوا دلوقتي ياكلوا، هم 3 قطط هيروحوا دلوقتي ياكلوا وبالعافيه عليكم. يلا بينا نشوف التاني. ودي قطه هناك اهي، حطيت لها وجبه، تمام، حطيت لها وجبه. يلا تعالي يلا كلي. طبعا يا جماعه البيت انا ما اقدرش اقرب عند البيت، وما اقدرش احط اكل عند البيت، ما اقدرش يعني بصراحه، ما ينفعش. هو في قطه هناك يعني خايفه تيجي اهي، تمام، بس انا بحيت البيت عشان مش عايزين نسمع كلام ملوش لازمه، تمام. ممكن يكون صاحب البيت طالع ولا حاجه، فطبعا ده معروف ان هو بواقي اكل، ومعروف ان الحاجات دي ممكن تعمل عفن او تعمل حاجه، وممكن القطه اصلا تشمها وما تاكلهاش، فانا هكون لبست انا بقى، انتوا فاهمين ازاي؟ ابقى لبست انا في الحيط، فما ينفعش طبعا. طبعا احنا خلفنا النهارده الطريق، لو انتوا واخدين بالكم خلفنا الطريق النهارده، ولكن هنرجع للنقطه اللي احنا كل يوم بننطلق منها، تمام، وهي عند تونه وبسبوسه، تمام. اخر فيديو طبعا تونه وبسبوسه ما كانوش موجودين للاسف، ولكن ان شاء الله باذن الله هيكونوا متواجدين النهارده. فاحنا خلفنا الطريق كده، خدنا لنا شارعين زياده، ولكن ان شاء الله باذن الله بنحصل تونه وبسبوسه، بنلاقيهم ان شاء الله. طبعا دول يا جماعه قطتين اهم، دي واحده وحطيت لها وجبه اهو، ماشي، ودي الثانيه، والمفروض ان انا حطيت لها وجبه هناك وسايبه الوجبه بتاعتها وجايه عند الوجبه دي، مش عارف ليه، تمام. فانا هسيبهم بقى يتعاملوا مع بعض، انا عملت اللي عليا كده. طبعا بشكركم جدا جدا على تعليقاتكم الجميله اللي ما زالت
بتبهرني وما زالت بتسعدني وما زالت بصراحه مدياني طاقه رهيبه جدا جدا، لاني بجد يعني اكتشفت حاجات كثيره جدا في التعليقات، واكتشفت فعلا مواضيع مهمه جدا، بالذات على الفيديو الاخير اللي انا عملته اللي هو ليه السعوديه دايما في خير. لان الفيديو ده بصراحه قلت لكم قبل كده هو اول فيديو بصراحه يضرب معايا على القناه ويعمل معايا مشاهدات جامده جدا. اللهم لك الحمد طبعا. ولكن والله يا جماعه انا حطيت الفيديو عشان في ناس بصراحه بالذات على الفيديوهات بتاعت القطط، بالذات على الفيديوهات بتاعت القطط اللي هي اطعام قطط الشارع، بالذات على الفيديوهات دي بلاحظ الايام دي ناس بتكتب لي تعليقات بصراحه يعني في منتهى الغرابه. اللي يقول لي انت عايز تعمل شو، اللي يقول لي انت عايز تعمل مشاهدات، اللي يقول لي انت عايز تعمل مش عارف ارباح، اللي يقول لي يا جدعان ارباح ايه ومشاهدات إيه؟ ماشي هو كده كده والله انا مفعل ارباح القناه. حد قال لك ان انا مش مفعل ارباح القناه؟ يعني انت مين اوهم لك ومين اوحى لك ان انا مش مفعل ارباح القناه؟ مين قال لك ان انا مش بعمل مشاهدات؟ مين اللي قال لك ان انا مش بعمل ارباح؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ بس ده الطبيعي بتاع القناه، طبيعي ان اي قناه تاخد مشاهده تاخد عليها ارباح، ده طبيعي. ولكن يا جماعه والله الهدف ربنا يعلم، انا الهدف التوعيه. وانتوا عارفين انا بدات اعمل السلسله دي امتى؟ من ساعه حادثه الكلب الهسكي. لولا حادثه الكلب الهسكي دي انا ما كنتش ظهرت على السوشيال ميديا خالص نهائي، ما كانش حد يعرفني اساسا، ما كنتش ظهرت حرفيا على السوشيال ميديا. فيا جماعه الله يرضى عليكم بلاش بس ايه تجويد في الكلام كده، وبلاش. انا قلت لكم 100 مره قبل كده، انا الناس اللي تعرفني على المستوى الشخصي لقيت اهو 3 قطط وحطيت لهم اكل وهسيبهم ياكلوا بقى. فهرجع اقول لكم يا جماعه انا الناس اللي تعرفني على المستوى الشخصي يا جماعه الخير، يا جماعه الخير، الناس اللي تعرفني على المستوى الشخصي عارفاني كويس قوي، وعارفاني انا بالنسبه لي اليوتيوب ده ايه. اليوتيوب انا يعني انا مش عايز اقول كلام انا ما ينفعش اقوله، انا مش متعود احكي عن اي حاجه تخص حياتي بالتفصيل، تمام؟ ولكن انا مش عايز اقول لكم ان انا لحد دلوقتي بقالي سنه ونص على القناه. عارفين ارباحي من اليوتيوب كام؟ سنه ونص عارفين ارباحي من اليوتيوب كام؟ انا ما ينفعش ان انا اتكلم في حاجه زي كده، ما ينفعش اتكلم في حاجه زي كده. الخصوصيات دي خصوصياتي وما ينفعش ان حد يعرفها ومش من حق حد يعرفها، تمام؟ ولكن والله العظيم انا هقول لكم عشان بس ايه الناس ترتاح، عشان الناس اللي بتقول لي مشاهدات ومتابعات وحوارات وقصص وافلام. انا ارباحي في السنه ونص دي يا جماعه 4000 جنيه جنيه مش ريال او دولار مثلا، لا يا جماعه 4000 جنيه مصري. هل تصدق انت الموضوع ده؟ ما تصدقوش صح؟ طب هل انا زعلان؟ لا مش زعلان خالص. يكفيني بس ان انا متواجد معاكم، يكفيني ان انا بطلع اتكلم معاكم ودردش معاكم. وانا قلت لكم القناه دي اساسا انا عاملها عشان ادردش معاكم وعشان اتكلم معاكم، لا بفكر في ارباح ولا بفكر ازاي اخد منها فلوس. انا ارباحي لحد هذه اللحظه اللي انا خدتها من القناه 4000 جنيه مصري. حد بقى فيلسوف هيطلع يقول لي لا يا ناصح ما هو اقل حاجه تاخدها من اليوتيوب ارباح هي 5000 جنيه مصري عشان تسحب. يبقى ازاي انت خدت 4000 جنيه؟ هقول لك ما هو كده كده اليوتيوب اساسا سكر او قفل يعني الارباح بتاعه الدولار، فلما قفل ارباح الدولار فتح لي ارباح المصري. طيب هوريكم بس حاجه وانا بتكلم كده. بصوا يا جماعه شايفين البستلتين دول؟ بصوا مليانين ميه، بس عشان قدام بيت ما ينفعش ايه نطول اكتر من كده. بصوا يا جماعه الناس هنا بتملى ميه، الناس هنا بتملى ميه للقطط والكلاب اللي في الشارع، تمام؟ طبعا هنا ما فيش كلاب قوي يعني هنا اكتر اغلبيه الكائنات اللي بتمشي هنا هي القطط، فاهمني؟ بس فالناس بصوا يا جماعه، بصوا حاطين ميه مقطعين جراكن كده زي ما انا كنت بعمل كده، وايه ومليانها ميه عشان القطط تشرب في الصيف في الايام دي، تمام؟ دي طبعا بتبقى على طول، وفي ناس بتجيب لهم دراي فود، وفي ناس بتحط لهم اكل. يا جماعه في ناس هنا يعني بسم الله ما شاء الله، في ناس هنا 10 على 10 يعني، تمام؟ بس فاللهم لك الحمد يعني. طيب هرجع اكمل كلامي. فانا قلت لكم ان اليوتيوب سكر ارباح الدولار، قفل ارباح الدولار وفتح لي الارباح بالمصري، تمام؟ فانا قبضت الدولار طلع كام؟ طلع 2000 جنيه، طلع 2000 جنيه. والمفروض ان انا اشتغلت اهو في المصري، بدات في المصري وارباحي لحد دلوقتي 2000 جنيه. طب هل تتوقعوا، هل تتخيلوا ان انا حاليا عايش في السعوديه وبدفع ايجار وبدفع انترنت وبدفع فاتوره تليفون وبدفع وفي سفر وفي ما اعرفش ايه وبتاع وايجار سياره والكلام ده، هل تتوقعوا ان انا لحد هذه اللحظه؟ طب نشوف بس الميه ده، تشيك على الميه دي، الميه
طبعا ظهر لكم ان الميه لسه مليانه صح؟ تمام. انا في حد اتصلت عليه، عامل من العمال اللي شغالين في البيوت، اتصلت عليه ووصيته على دي توتي. تعالي توتي عادي. بصوا يا جماعه في البرحه اهو، عشان الناس بصراحه بتتهمني اتهامات فظيعه، يقول لي انت في الشارع ومش في الشارع. اهو يا جماعه. تعالي دودو. تعالي كلي يلا، كلي كلي دودي دودي. طب تعالي اشيلك اللزقه اللي في ديلك دي. تعالي تعالي، مش تخافي، تعالي تعالي بس يا كلبه. طب في لزقه طب في ديلك عايز اشيلها. تعالي عفريته. خلاص يلا ملناش علاقه بيها، هي حر. فابتديت ان انا اشتغل في الارباح اللي هي بالمصري. بصوا هي هتروح تاكل اهي، ما بتشمش مع الاكل اهو. بصوا بصوا حاسه الشم القويه، الاكل وراك يا عبيطه. بصوا اهي بتشمش مع الاكل. يا بابا الاكل اهو يا توتي. لا وعلى توتي وسنين توتي اهو 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 بابا اهو. عالي الدودو هنا الدودو. فابتدت الارباح بتاعتي تشتغل بالمصري. طبعا تونه بسبوسه ما ظهروش لحد دلوقتي، وامبارح ما كانوش موجودين. غطسانين فين العفاريت دول انا مش عارف. طبعا دي قطط شارع زي ما احنا عارفين، ومعرض جدا ان انا ممكن اجي ما الاقيهمش، معرض جدا ان هم ممكن يكونوا راحوا في اي مكان، راحوا في اي شارع تاني. ده معرض طبعا، هم مش قطط ثابته في مكان، هم قطط شارع، فوارد ان انا يوم الاقيهم ويوم ما الاقيهمش. طيب فبدات في الارباح بتاعه المصري يا جماعه عشان بس اخلص الموضوع ده وانهيه. تمام. فبدات في ارباح المصري، ودلوقتي تقريبا معايا على الادسنس 2000 جنيه. فهل تتوقعوا ان انا عايش بالفلوس دي؟ هل تتوقعوا، هل يجي في دماغكم وتصوركم ان انا عايش بالفلوس ده يا جماعه؟ اكيد لا طبعا، اكيد لا، يعني اكيد لا طبعا يعني فاهمني؟ فالله المستعان. انا كل الحكايه ان انا يعني الحاجات دي انا ما ببصلهاش، تيجي ما تجيش. بس طبيعي ان انا ابص على ارباحي، طبيعي ان انا ابص على انا وصلت لحد كام، ارباحي كام، مشاهداتي قد ايه. ده طبيعي ان انا ابص عليها، ما فيش حاجه اسمها ان ما ابصش عليها. بس يعني اللي مش طبيعي ان حد يطلع يقول انت عايز تعمل مشاهدات. دي حاجه تضايقني بصراحه، لان انا مش بسعى لحاجه زي كده، انا مش بسعى لشيء زي كده. انا بعمل فيديوهات توعيه ولا اكتر ولا اقل. خليكم معايا. اللي احنا شفناه في الفيديو اللي فات دي امهم ودول 3، المفروض ان في واحده رابعه. فين هي؟ اكيد هتيجي دلوقتي. يلا نسيبهم ياكلوا. فطبعا اكيد انا مش عايش بالحاجات دي ولا عايش بالمبالغ دي طبعا، ده اكيد يعني. تمام. ولكن عشان بس الناس فاكرين ان انا يعني كل شهر مثلا بقبض من اليوتيوب ده، طبعا انا يعني موضوع الارباح والادسنس والحاجات دي انا ما ينفعش اتكلم فيها، لان دي خصوصيات، يعني مش لازم كل الناس تعرف كل حاجه عني. دلوقتي طبعا ده الجزء ده، الرقم اللي انتم شايفينه ده، انا وصلت لحد هنا، وان شاء الله انا ناوي اكمل لعدد معين باذن الله، وناوي ان انا خلاص هنهي سلسله الفيديوهات دي. ولكن في حاجه مهمه، انا مش اللي هو هنهيها، مش اللي هو ان انا مش هنزل اكل قطط، لا انا هنزل بعد كده اكل القطط بس مش هصور. هنزل اكل القطط زي كل يوم بالظبط بس مش هصور. هبتدي ان انا اشتغل في القناه بتاعتي على المحتوى بتاعي بقى اللي انا كنت شغال عليه في الاول. فاهمني؟ هبتدي ان انا اشتغل على المحتوى بتاعي اللي كنت شغال عليه في الاول، اللي هو يخص السفر والسياحه والتاشيرات والفيز وازاي تسافر الدوله دي، وبتكلم عن الباسبورات، بتكلم عن المطارات، بتكلم عن ايه اللي تاخده في السفر وايه اللي ما تاخدوش، ايه الورقه اللي محتاجها في السفر، الحاجات المهمه دي اللي معروفه في السفر والسياحه، والحاجات اللي مش معروفه كمان. خلاص دي انا بتكلم فيها. خلاص بس يعني بس اعتقد مفيش اي حاجه كده. قلت لكم السلسله دي انا هنهيها ان شاء الله، وهنزل اكل القطط عادي خالص، عادي مفيش اي حاجه، ولكن بدون تصوير. هنزل اكلهم بدون تصوير. خلاص بس ده الموضوع باختصار شديد، بحيث ان احنا ننهي اجزاء معينه من الفيديوهات وخلاص على كده. تمام. بس تحياتي ليكم كلكم، تحياتي ليكم كلكم بجد. شكرا ليكم على كلامكم الجميل،
شكرا ليكم على استماعكم ليا. بلاقي ناس ما شاء الله بتكتب لي تعليقات بتقول لي على كلام انا المفروض ان انا مثلا بقوله في اخر الفيديو او قبل اخر الفيديو بحاجه بسيطه، فمع ذلك الناس دي بتسمع لحد الاخر، فبشكركم جدا ان انتوا بتسمعوا فيديوهاتي لحد الاخر او الفيديو بتاعي لحد الاخر. ده شرف كبير طبعا ليا. بصوا يا جماعه الشارع نظافه، بصوا هنا عامل البلديه، مش لازم بس نصور حد عشان ما يزعلش، عامل بلديه على طول، في نظافه في الشوارع على طول، في نظام، ما تلاقيش هنا ورقه في الشارع، ما تلاقيش هنا في حتى انا دخلتكم الشارع العمومي لو تفتكروا، الشارع قصدي اللي هو الجانبي اللي هو احنا بناكل فيه القطط، هل شفت ورقه؟ هل شفت مثلا كوم زباله؟ هل شفت مثلا حد رامي اكياس زباله او الكلام ده؟ مفيش، ما تلاقيش هنا يا جماعه الكلام ده، الكلام ده مش موجود هنا. تمام، زي ما انتم شايفين الشوارع هنا نظيفه، وده يعتبر ده مجمع اللي انتم شايفينه ده، ممكن يكون بس شويه زباله ولا حاجه، بس عشان مجمع فيه مطاعم كتير وكده، ولكن عمال البلديه ما شاء الله شغالين 24 ساعه. تمام، هنروح دلوقتي احنا في طريقنا ل دلوقتي فلوطه، هنروح ناكله، بعد كده نروح لسفروته كالعاده نسلم عليها و ناكلها وهكذا. سفروته يا جماعه بطنها بسم الله ما شاء الله خلاص اللي هي على اولاده. والله انا اكتشفت، طبعا انا كنت فاكره ولد في الاول، بعد ما عملت كشف علامه مش عايزين نوضح بقى الكلمه بعد ما عملت كشف علامه فاكتشفت ان هي بنت خلاص. وانا عملت كشف علامه مش عشان حاجه والله، لا انا اكتشفت حاجه كده معينه. تمام، يعني سبحان الله، فدي حاجه انا مش هينفع اقولها لكم بقى. اكتشفت حاجه قلت لا المياعه والمياصه دي مش ممكن تكون من قط ولد. اظن انتوا عرفتوا دلوقتي. اللي هو يعني بصوا، يعني انا طبعا بحب القطط جدا، بحب الكلاب جدا، ولكن اكتر بصراحه حاجه بحبها هي القطط بحبهم جدا، بحب القطط جدا بصراحه بطريقه ما تتخيلهاش، لدرجه ان انا يعني من كتر حبي بجد فيهم ما بربهمش. تخيلوا بقى، ما بربيش قطط ليه؟ خايف عليهم، انا خايف عليهم من نفسي. يعني انا عارف ان انا عمري ما ههمل فيهم ولا حاجه، بس انا خايف عليهم من نفسي، خايف لا القط في يوم من الايام لا قدر الله يجرى له حاجه بسببي، يحصل له اي حاجه بسببي، يقع، يتعور، ما ياكلش، يزعل، يغضب، ينكسر كده ويكون بسببي. يا لهوي، عمري ما سامح نفسي والله العظيم. الناس بقى اللي ممكن تكتب لي في التعليقات ايه ده انت قلبك خفيف قوي. قلبي خفيف مع القطط، انما اللهم لك الحمد انا قلبي جامد جدا مع اي حد. تمام، واخش في الحديد الحمد لله ولا بيهمنا اي حد. ولكن لسه الناس اللي يعني ما تعرفنيش لسه، فانتوا لسه ما تعرفوش حاجه عني خلاص. ان شاء الله يعني مع الفيديوهات قدام كده هتعرفوا عني واحده واحده. تمام، ولكن انا قلبي خفيف مع القطط شويه. بضعف قدامهم جدا. هم نقطه ضعفي اللي هو ان انا بص، انت ممكن تعمل اي حاجه قدامي ممكن ما تاثرش فيا، انما تضرب قطه يعني مثلا او تاذي قطه او تاذي حيوان، لا ازعل قوي واتاثر قوي، فاهمني؟ بس ده الموضوع باختصار. طيب احنا شفنا 3 شياطين اول من كام يوم كده، فاكرينهم؟ اهم موجودين، كنا بناكلهم عند ماكدونالدز، ده ماكدونالدز خلاص. ودول بص العفاريت دول، تعالوا عفاريت، العفريت الصغننه، تعالي دودو تعالي. طبعا كان في خناقه تحصل ما بين فلوطه وما بين القطه اللي انا حطيت له اكل، ولكن انقذت الموقف الحمد لله. بصوا يا جماعه، ادي سفروته اهو، بصوا يا جماعه، بصوا بطنها بقللت، فين البن؟ بصوا بطنها بقللت ازاي، خلاص بقت كبيره. بصوا عندها بيبي كبير، بصوا شفتوا يا جماعه. طبعا حطيت اكل اهو، توتي كانت ماشيه ورايا عماله تقول لي مو، حطيت لها اكل. وادي سفروت الشقيه اللي مش سايبه حد في حاله وعماله تلعب مع كل الناس. تعالي بابا، يا لهوي يا ناس. بصوا يا جماعه البن، يا جماعه بصوا البن يا جماعه، خلاص انتفخت. ايه دودو عامله ايه دودو؟ الحمد لله على سلامتك يا دودو. دي بابا، انتي خلاص ماما، انتي ولادي ماما خلاص. انتي كام واحد؟ 5 ولا 6؟ ليه مش قلتيلي انك بنت قبل كده؟ ليه ماما؟ ها؟ بس ربنا ان شاء الله يقومك بالسلامة، وان شاء الله نطمن على اولادك. يلا دودو، كلت شربت كل حاجة، تعال املى لك مية. يلا
اكلناهم يا جماعه، حطينا لهم اكل هناك. هنملى لهم بس ميه بارده بتاعت كل يوم دي الساقعه، عشان طبعا يشربوا منها، لان الميه دي مهمه جدا بالنسبه لهم. اول ما بيشربوا الميه الساقعه دي ايه يا بابا، صباح الفل، صباح العسل، يا لهوي يا ناس، يا لهوي يا ناس على الجمال. طبعا هما بصوا مستنيين بقى الميه يا جماعه البارده. استني دودو، استنى اجيب لك ميه، اصبري، اوعي اوعي. بقول لكم الميه الساقعه دي لما بيشربوها بتهدي الحراره في جسمهم شويه، بتهدي الحراره في جسمهم شويه. تمام. كنت بقول لكم بقى على دي بقى احنا عايزين نغيرها، فاكتبوا لي في التعليق عشان ابقى افتكرها، فاهمني؟ اكتبوا لي في التعليق عشان ابقى افتكرها. دي مكسوره خالص وبايظه. خلاص مليناها، نروح بقى نحطها لهم زي كل يوم. ملينا ميه يا جماعه، هم هيجوا دلوقتي يشربوا. تمام. طبعا بشكر كل شخص كمل معايا الفيديو لحد هنا، وبشكر كل شخص بيسمعني، بشكر كل تعليق جميل ايجابي محفز، وطبعا بشكر كل شخص كمل معايا الفيديو لحد هنا، وبشكر كل صاحب تعليق ايجابي. بشكر كل شخص بيدعم بكلمه، بروح، بقلب. بشكركم بجد كلكم على تفاعلكم ودعمكم ليا. شكرا ليكم، واحلى احلى 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 صباح عليكم. السلام عليكم، سلام ورحمه الله وبركاته.